استاديو لا تينينتي في راكانغوا في بطولة العالم. مشاهدينا الكرام، سبق للمنتخبين أن تواجه في مونديال المدرب محمد وابي الاعتماد على علي معمر اليوم في الجبهة اليمنى. السبب في المباراة الوحيدة التي جمعت بين المنتخبين في بطولة العالم. يلعب هذه الرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء على الطائرة، التسديدة ولكنها بعيدة. يفضل العودة لياسين خليفي داخل منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء. التسديدة الأولى والكرة الأولى من ياسير الزابيري بعد تحضير مثالي في منتهى الروعة. هكذا جاءت اللمسة وهكذا جاءت التمرير البيني عن طريق ياسين خليفي. المتابعة الأجمل ياسير الزابيري كاد يفعلها، واصلة ناحية لاعب عثمان ممتاز. عثمان العرضية بعد ذلك ولكن فيها تغطية ومهاراتك وكذلك عملك نعم يسمح لك بتحدي كبار. مرفوعة الكرة داخل منطقة الجزاء الراسية ولكنها مرت بالسلام عن مرمى يانيس بن شاوش. كار برافو أمامنا على الصورة، الوحيد بالمناسبة الذي يتواجد خارج إسبانيا حاليا ومع نادي أودينيزي في إيطاليا. كما ذكرت البقية معظمهم من باعوف. مجددا إسماعيل باعوف يعيد لي بختي بعد حتى الجزاء خطيرة على الخط، على الخط يأتي من قادة الكرة الأبرز والأخطر منذ بداية المباراة على الخط تماما. الكرة كانت دائبة للشباك لكن التصدي ممتاز من فؤاد الزواني. فؤاد ينقذ الموقف. هذه الإعادة مرة أخرى لا وجود لوضعية تسلل. التسديدة بعد ذلك فؤاد إضافة إلى ممثل الكونكاكاف منتخب المكسيك رقم 1 لكن في تفوق عددي في وسط الميدان. عملية المرور عثمان معما يستلم الكرة بأن هذه البطولة هي مناسبة لعثمان معما لتحدي لفران غونزاليز. خطأ هنا، فرصة الآن، كرة الجول ذيك الكرة الآن 1 ضد 1. عثمان عبر ولكن فيها باو نافارو والركنية الأولى إذا للمنتخب المغربي. لاحظوا بأن شباب المغرب منتخب المغرب يأتي المركز الثاني في مناسبتين 85 و2003 ومركز رابع. عمر سعد يلا يا سعد ياسير الزابيري. كيف ضاعت هذه الفرصة؟ جملة تكتيكية من أروع ما يكون، لمحات وصور رائعة جدا يقدمها المنتخب المغربي في أبهى صورة وفي أداء جماعي مميز. كرة على الجهة اليسرى، كريستيان بيريا بلو دياس، طريق ياسر يويا الكرة على الجهة اليمنى. هذه هجمة قد تكون في مصلحة المنتخب. لا زالت مغربية. سعد الحداد اضرب يا سعد، سدد يا سعد يا الحداد يتحصل على ركنية. نعم هنا كما جاءت سعد الحداد بعد الكرة الأولى. ياسر الزابيري هنا التغطية الدفاعية من كوينكا. سعد الحداد في متابعتها بهذه التسديدة غير مسارها المدافع لأن الكرة كانت داد. يرفع الكرة مرة عالية للجميع، عالية الجميع إلى ضربة مرمى. حاول فيها اسماعيل باعوف. ثنائي رائع صراحة في الجهة اليسرى. لدينا الجناح عثمان معما ولدينا طير خلفه في سرعة دابي المية. برافو فؤاد الزواني. هنا الخطأ سير الزابيري. ياسر يهيئ الكرة في اتجاه عثمان معما. اضغط يا عثمان يصعد لاعب دياس العرضية الراسية بعد ذلك ولكن مرت عالية. ريان بالعيد صاحب الراسية لاعب نادي أتلتيكو مدريد. هذه الإعادة مرة أخرى. الصعود الأول لدياس، العرضية الأولى لدياس وبالعيد بالراس لكن تمر عالية على مرمى الحارس يانيس بن شاوش. لو حسبنا عدد الفرص في هذه فؤاد الزواني راوغ. هي جول ضاعت يا فؤاد يا الزواني ولكن سبقتها وضعية تسلل لأن الحكم رفع الراية. هذه الإعادة مرة أخرى. نعم فيها تسلل على الدخول في غمار المنافسات من أجل المنافسة على المراكز الأمامية والمنافسة. نافارو مع كوينكا ناحية اللاعب. زالت مية يمرر كرة لكن مرت عالية. كاناليس هو من سدد، مية هو من مرر. هذه الإعادة مرة أخرى. كرة الماضية ما أخطرها،
الكرة الماضية ما أصعبها 100 في التحضير. كاناليس كما جات. هل هناك خطأ؟ الحكم يقول لا. كرة إسبانية في خطأ هنا. مطلوب الزيادة. برافو برافو برافو. لم تذهب بعيدا. برافو إيكر في كرة نعم كانت في منتهى الخطورة على مرمى يانيس بن شاوش. هذه الإعادة من زاوية أخرى. هنا رفع على الجدار بشكل ممتاز. لمسة تمرير الكرة من جديد ناحية لاعب بيريا. في البطولات اللي قدم المنتخب المغربي دورة الألعاب الأولمبية عند فيرجيليا اللاعب البديل عثمان معمى يراوغ بشكل ممتاز ثم يتقدم بعد. ولكن يهمنا أيضا التنويع واللعب كذلك على الجهة اليمنى. على الجهة اليمنى العرضية يانيس بن الشاوش يتصدى للكرة الأولى الإسبانية. الفرصة الأولى لإسبانيا مع بداية هذا الشوط. الكرة تخرج إلى التماس. امشي الزبيري جول ياسر الزبيري. طريقك سالك نحو المرمى. ياسر الزبيري يمنح الأفضلية في المباراة وفي لحظة الانطلاق في هذه البطولة العالمية. ياسر الزبيري يرسل مرة عبر العرضية. جول. الفرحة المغربية الثانية. الضربة الثانية. هكذا يتقدمون. هكذا يسجلون بالعطاء وبالسخاء وبالأداء والفنيات. هكذا نعم يفرضون